نشأت إمارة برغواطة الأمازيغية في منطقة تمسنا على الساحل الأطلسي للمغرب في منتصف القرن الثامن الميلادي حوالي 744 ككيان مستقل. تميزت الإمارة بالاعتماد على نظام عسكري قوي وفعال سمح لها بالصمود لأكثر من 3 قرون في وجه هجمات القوى المجاورة. عملت برغواطة على ترسيخ هويتها المحلية من خلال ترجمة النصوص الدينية إلى اللغة الأمازيغية لتعزيز استخدام لغتهم الأم في الحياة الروحية. كان نمط عيش سكانها مستقرا، حيث مارسوا الزراعة في أراضيهم الخصبة بجانب الصناعة الحرفية، مما أمن لهم اكتفاء ذاتيا قويا. استمرت هذه الدولة المتماسكة والمستقلة حتى تم القضاء عليها على يد المرابطين وبعدهم الموحدين في القرن 11.